إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأسأله العون على ذكره وشكره تبارك وتعالى. ثم اعلموا رحمكم الله وإياكم أنه مما لا يخفى على كل مسلم رزقه الله تعالى حلاوة الإيمان وصانه من تخذيلات الشيطان، ما للعبادة التي أمر الله عز وجل بها عباده من أثر عظيم ونفع عميم في وعلى حياة المسلم، فهي الضرع الساقي لعرش السعادة في الدارين، وهي الدرع الواقي لحفظ النفس من مطاعم الفتن وسهام المحن. فمن أقدره الله عز وجل عليها ووفقه للقيام بها فقد استمسك بحبل وثيق وصان نفسه من مخاطر بنيات الطريق. وأحسن ما قيل في تعريف العبادة أنها اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والعبادة عباد الله أهمية عظمى ووظيفة أسمى، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لأمر عباده بعبادته والنهي عن عبادة غيره. فقال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقهم إلا لأمرهم بطاعته التي هي عبادته سبحانه وتعالى وحده، والنهي عن معصيته. وأعظم المعصية وأكبر الذنب المشرك مع الله سبحانه وتعالى. العبادة عباد الله، عبادة الرب سبحانه وتعالى هي التي جاء من أجلها الرسل يبينون للناس عظم هذا الأمر، وأن من تركه وتهاون فيه واستكبر عنه لم يكن قائما بحق الله تبارك وتعالى عليه. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
والعبادة عباد الله أنواع كثيرة، قلبية ومالية وبدنية وقولية وفعلية وتركية. وهذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها يجب على العباد أن يؤدوها على الوجه الأكمل، وإلا كانوا مخلين بهذا الأمر العظيم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ثم اعلم يا عبد الله أن هذه العبادة لا تقبل منك إلا إذا قمت بالشروط التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة تقوم على شرطين مجتمعين لا يجوز أن يختل أحد الشرطين. أولهما إخلاص العمل لله أو إخلاص العبادة لله، والثاني تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة لا تقبل من صاحبها بحيث ينال ثوابها وأجرها الموعود به إلا بتوفر هذين الشرطين: إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من إخلاص العمل لله عز وجل، فلا يشرع معه غيره، ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي موافقته على سنته وهديه، فلا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من أي عمل من الأعمال الشرعية أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم موافقا ومطابقا. قال فضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أصوبه وأخلصه. فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال رحمه الله: أخلصه أن يكون لله. وقال قبل ذلك: إن العمل إذا كان خالصا، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والصواب أن يكون لله، والصواب والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موافقا لهديه وسنته. فإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن فقد الإخلاص أو فقد المتابعة أو فقد معا، فإن العمل يكون مردود على صاحبه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في بيان رد العمل بسبب عدم الإخلاص: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وفي بيان رد العمل إذا كان مخالفا للسنة مبنيا عن البدعة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في الحديث
الذي رواه الترمذي وابو داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 73 فرقة الذين يدخلون منهم النار 72 فرقة، وفرقة واحدة تنجو. هذه الفرقة الناجية هم الذين كانوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. وذكر الشاطبي في الاعتصام عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في العمل وموافقة السنة في كل ما نأتي ونقول وندع من الأعمال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده وأشكره حق شكره، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله العون على ذكره وشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه: وأقم الصلاة لذكره. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من قام بحق ربه في سره وجهره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى آخر دهره. عباد الله، من النصوص التي جاءت بها الشريعة أن العبادة على اختلاف أنواعها وضروبها لا تكون مقبولة إلا إذا تحقق بها الشرطان المذكوران آنفا. ولعل من أهم هذه الشروط تحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الأهمية بمكان، فلا يجوز الابتداع في دين الله عز وجل مهما كانت النوايا ومهما كانت المقاصد طيبة. ولهذا فلا بد أن يعلم عباد الله أن تحقيق هذا الشرط عزيز، يتطلب من الإنسان أن يكون عالما وأن يكون سائلا وأن يكون محبا للعلم ليعرف كيف يعبد الخالق سبحانه وتعالى، حتى لا تذهب أوقاته سدى ويضيع أجره فيما لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يزيد في دين الله سبحانه وتعالى، لا أن يقدم ولا أن يؤخر هذه الشريعة الكاملة، ولا أن يبدل ولا أن يغير ولا أن يزيد عليها ولا أن ينقص منها، لا في القدر ولا في المكان ولا في الزمان ولا في الكيفية ولا في الجنس. وفي هذا رد صارم ودليل جازم على من يقول أنا أعبد الله عز وجل بهذه الطريقة أو على هذه الكيفية، وإن لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قصد طيب ونية حسنة لأني أبتغي القرب من الله وأرجو ثوابه. وهذا ليس بما يركن إليه الإنسان ويطمئن إليه، لأن الشارع أمر بتحقيق المتابعة في كل عبادة يأتيها الإنسان. والدليل على هذا يا عباد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح مضحيته قبل صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة اللحم، أي ليست بأضحية،
لأنها لم تقع طبقا للسنة، لأن السنة أن يذبح المصلي أضحيته بعد العيد، أما الذبح قبل صلاة العيد فلا يكون عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. تأملوا عباد الله في هذا الأمر الجليل وفي هذا الحديث الصحيح. هذا الصحابي الجليل ذبح لله سبحانه وتعالى ولا شك، وهذا عبادة، وذبح استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عبادة، وذبح بالطريقة والكيفية التي أمره بها الشارع، وهذا عبادة، وذبح الذي أمر به الشارع وهو الشرك، وهذا عبادة. ولكن لما خالف الزمن الذي قرنه به الشرع خرج عن كون ما قدمه وقربه من أن يكون عبادة وقربة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، أي هو عبارة عن لحم قدمته لأهلك ونفسك ليأكلوه. ولهذا قال ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله في شرح هذا الحديث وذكر فوائده، قال: والعمل إن وافق نية صالحة لم يصح إلا إذا وقع وفق الشرع. هذه عباد الله قاعدة عظيمة وأصل من أصول الإسلام يغفل عنها كثير من الحذاق فضلا عن عوام الناس، فتأتي أعمالهم وعبادتهم على خلاف المشروع والمنصوص من هدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأمة المرحومة إنما ابتليت عبر تاريخها الطويل بأنواع الشرور والبلاء، ونزل بها من المصائب والنوازل بسبب البدع والمنكرات والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وقد سمعنا من بعض الأدعياء الذين يوجهون عامة المسلمين عبر القنوات يقول أن الذبح إذا كان لله سبحانه وتعالى لا يهم أن يكون في كل مكان، وعليه فلا يرى حرجا من أن يذبح الإنسان عند القبر أو عند الضريح ما دام يذبح لله سبحانه وتعالى. وإذا صح هذا الأمر وقبل فكيف لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند أشرف قبر وجد في الأرض وهو قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يزرون. ومما يوضح هذا الأصل العظيم عباد الله المتعلم بتحقيق المتابعة وتجريد المتابعة لإصابة السنة ذلك من الأثر العظيم الذي أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في سننه بإسناد صحيح عن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني قال: حدثني أبي قال حدثني أبي قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء أي قبل صلاة الصبح، فإذا خرج مشينا معه فجاءنا أبو موسى أي الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: ليس معه. قال: فجلس حتى إذا خرج عبد الله قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، وجدت في المسجد أو رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، والله ما رأيت والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت قوما حلقا في المسجد، حلقا في المسجد جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل في أيديهم الحصى أي الحجارة الصغيرة، فيقول لهم: كبروا 100 فيكبرون 100، ثم يقول: هللوا 100 فيهللون 100، ثم يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. فقال له عبد الله بن مسعود: فما قلت له؟ قال: ما قلت له شيئا، انتظار رأيك. وهذا فيه رد أهل العلم إلى العلماء في مثل هذه المسائل،
فأبو موسى رضي الله عنه مع علمه ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يفعل شيئا أو أن يقوم بتغيير حتى يسمع ممن هو أعلم منه، فسأله فقال له ما قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال فهلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال فمضى ثم مضينا معه حتى أتى على حلقة من تلك الحلق فوقف عليه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التسبيح والتهليل والتكبير. فقال رضي الله تعالى عنه فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. يا أمة محمد يا ويحكم يا ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، فوالذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير. فقال لهم كم من مريد للخير لن يصيبه، ما أعظمها من كلمة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يبلغون من الإسلام كما يبلغ السهم من الرمية، كما يبلغ السهم من الرمية. ثم قال فوالله أي وأيم الله ما أدري إن أكثركم لمنهم. ثم تولى عنه قال عمرو سلمة فوجدنا أو رأينا عامة أولئك الحلق يحاربوننا أو يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. ما أعظمه من أثر وما أسده من نظر من رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم سردا وهديا ودلا كما قال حذيفة بن اليمان. امتلأ قلبه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونور سنته. هذا الأثر عباد الله حوى فوائد غزيرة وتضمن قواعد عزيزة قد أحدث بذكر ما لها صلة بالموضوع. من هذه أن عبد الله بن مسعود أنكر عليه أو على هؤلاء القوم طريقته وهيئته في الذكر، مع أن ذكر الله عز وجل وإن كان مأمورا به، إن كان مطالب الإنسان ومأمورا به فينبغي أن يكون على السنة، فينبغي أن يكون على السنة. والذي أنكره عليه عبد الله هو ما أحدثوه فيه من الزيادة وما زادوا فيه على المشروع، فهذا الذي أنكره عليه، لا أنه أنكر عليهم حقيقة الذكر وما يقولونه، لأن التسبيح والتهليل والتكبير كل هذا بذكر الله سبحانه وتعالى. زد على ذلك أن السنة الثابتة في التسبيح والتهليل والتكبير إنما هي العقد بالأنامل، الأنامل وهي الأصابع، على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنها مستنطقات ومسؤولات يوم القيامة. ومن أجل التسبيح بالسبحة من أفاضل العلماء هذا خصه بالإنسان العاجز أو الجاهل الذي لا يستطيع أن يضبط حسابه، فحينئذ يجوز له أن يستعمل السبحة. أما الأصل فإن عقد التسبيح والتهليل إنما يكون من الأنامل أو بالأنامل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الآخر عباد الله أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة بعيدة عن البدعة، كما أشار إلى هذا عبد الله بن مسعود في مقولة مشهورة محفوظة عنه رضي الله عنه لما قال رحمه الله تعالى اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة. ومن فوائد هذا الأخر أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة، كما أن الصغيرة بريد إلى ارتكاب الكبيرة. فألا ترون أن هؤلاء القوم الذين كانوا في تلك الحلقات يذكرون الله عز وجل ومع ذلك صاروا بعد ذلك من الخوارج الذين قاتلهم الإمام علي
فهل عباد الله من متذكر؟ هل من معتبر؟ فاحرصوا على أن يكون جميع ما يصدر منكم من عبادات، من أقوال أو أفعال أو ظروف، أن تكون لله سبحانه وتعالى وموافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الفلاح، وبهذا تكون النجاة وتحصل السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا اتباع السنة واحينا عليها وبصرنا بها وعلمنا إياها وتوفنا عليها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والصلاة والسلام على البشير النذير. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.